اليوم عندي تحضير مفركة بطاطا، راح أصور لكم إياها الطريقة اللي بيشتغل عنها. عندي هون تقريبا كيلتين بطاطا. هلا هيك صار عندي مقطعين مثل راس العصفور، راح أغسلهم وأجيبهم. هلا غسلتهم وراح أحمسهم. عندي هون ملعقتين من الزبدة. هلا هيك ثابت عند الزبدة، راح نزل البطاطا فوقها. عندي هون ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، بنحط لها نصف معلقة. هون عندي ملعقة ونصف ملح. بنحركها بعضها. بنضيف لها عليها نصف كاسة شاي من الزيت النباتي. ما بننسى زيت الزيتون. طبعا فينا بنستخدم الفلفل الابيض، بس انا بحب الاسود. انا بجيبه حب وبطحنه على ايدي. لهيك بنتركها على التخمير وبنورجيكم معنا المراحل. شوفوا لي على المنظر هذا، بسم الله وما شاء الله. طبعا ريحة البهارات شي ناهي. راح نجهز حاليا صحن خضرة معه. شوف لي يا كبيه، بسم الله وما شاء الله. شوف لي على جط الخضرة يا كبير، بيفتح النفس. ها بسم الله وما شاء الله. هلا هيك صارت عندي جاهزة لفكرة البطاطا. بلش اسكب فيها وذوقها واعطيكم رأيي فيها. رش عليها فلفل احمر ورشة زيت زيتون على وجهها. عندي هون صحن الحمص.
نسمي بسم الله. شوف يا عم. فلافل مع الحمص الطحينية الناعم. طبعا جربوها والله طيب كتير وبتشهي. مهروسي هرس طعمي خوف نظامي. مع الله جربها وادعي لي. انا مراد وهذا مطبخي، اهلا وسهلا فيكم.